يا إنجي، لو سمحتي أرجوكي قدري موقفي بقى. أنا ما أقدرش أجرح مشاعر بناتي الصغيرين. فيها إيه يعني لما تسمعي الكلام؟ والخطوبة أنا هعملها لك في قاعة محترمة، وأنا اللي هتحمل التكاليف كلها. وأنا بقى هعملها في البيت؟ يعني هعملها في البيت ولا أنت لسه بتخاف على مشاعر الهانم؟ دي المشكلة اللي كانت بيني وبين خطيبتي، وخصوصا يعني إن طليقتي أم بناتي تبقى جارتها. جارتها. وعلشان تعرفوا كل الحكاية يبقى لازم احكيها لكم من البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا مصطفى، كنت متجوز بسمة وعندي منها بنتين، وعايشين في بيت العيلة فوق مامتي، واللي زيها يعني زي معظم الأمهات بتحب ابنها وبتغير عليه. وخصوصا إني كنت بحب بسمة قوي، ومن قبل ما اتجوزها كمان، والكل كان عارف كده. وعلشان كده حياتنا كانت فيها المشكلة الصغيرة تبقى كبيرة، ولا أي حاجة بتعدي وتفوت زي ما هتشوفوا كده. ازيك يا ماما؟ عاملة ايه ده؟ هي بسمة مش هنا ولا ايه؟ هلا يا حبيب قلب امك مش هنا، السنيورة بتاعتك سبقتك على فوق. طيب هو في حاجة حصلت يا ماما ولا ايه؟ هي بسمة زعلتك في اي حاجة؟ هقول يا سبع البرومبا، هي قايله لك انها رايحة عند اهلها وانت وافقت. ايوه، اصل باباها تعبان شوية. هي يا اخويا مش كانت لسه عندهم الاسبوع اللي فات؟ اهم حاجك فارغة والله. بس هنقول ايه؟ العيب مش عليها. وفيها ايه بس يا ماما؟ هو كان حصل ايه لكل ده؟ فيها انك مش عارف تحكمها. بقول لك ايه، التنطيط ده مش هينفع معايا. خلاص يا حبيبتي، ولا تزعلي نفسك يا ست الكل، انا هخليها ما تروحش، بس المهم انك ما تزعليش. وطبعا اول ما اطلع اقول لبسمة على طول انها ما تروحش، وانفذ كلام امي. وكانت تحصل مشكلة، وهي كمان تقلب وتقول: هو في ايه بالظبط يا مصطفى؟ هو مش انا استأذنت منك وانت قلت لي ماشي؟ بقول لك ايه يا بسمة، انا مش ناقص وجع دماغ، لو رحتي هيبقى في مشكلة. ايوه، انا كنت ما بحبش ازعل امي خالص، حتى لو على حساب اي حد. وطبعا مرة على مرة المشاكل كانت بتزيد، لحد ما بسمة في مرة علت صوتها، وامي كانت واقفة، ومن ضغط ماما عليا وكلامها اللي قالتهولي طلقتها. وبسمة ما كانتش مصدقة نفسها، فضلت واقفة وصالي وساكتة ما بتنطقش زي ما هتشوفوا كده. ما هو انت لو كنت راجل كنت طلقتها من زمان، بس ملحوقة. لو ما طلقتهاش دلوقتي لا انت ابني ولا اعرفك. يا شيخة بس بقى، حرام عليكي، ده احنا عندنا بنتين. هو انت عايزة ايه مني بالظبط؟ مش عايزة غير انه يطلقك. انا اصلا ما كنتش عاوزاكي من الاول، بقول لك طلقها يا واد انت. انت طالق يا بسمة. فضلت ساكتة ما بتنطقش، متنحة، بصالي بكل ذهول، كسرة عمري ما هنساها. وساعتها ردت أمي وقالت: أيوة كده، هو ده ابني. أنا هنزل وانت تسلم على بناتك وتنزل ورايا. ياه، للدرجة دي أنا وبناتك سهل كده ترمينا؟ غصب عني يا بسمة، ضغطتني وتعبت من كتر المشاكل. أنا عاوزة ارتاح بقى. طول ما هي مسيطرة عليك بالشكل ده عمرك ما هترتاح يا مصطفى. راجع نفسك. أنا مش عايزة أي حاجة غير إن احنا نعيش أنا وإنت والبنات مع بعض، نعيش مرتاحين. تعالى يا مصطفى ناخد شقة بره، تعالى نستقل بحياتنا. أنا هسامحك على كل اللي فات. أنا بس ما أقدرش أزعل أمي. طيب يا مصطفى، كده خلاص، خلصت.
بس أتمنى إنك ما تخسرش بناتك كمان علشان خاطرها هي. أنا هعيش حياتي أربي بناتي وبس، وإنت حاول ما تخسرهمش. وقتها بسمة أخدت البنات ومشت لما اتأكدت إن مفيش أي فايدة معايا، ورغم إنها كانت نفسها إن إحنا نرجع، بس للأسف ماما ما ادتنيش أي فرصة، وراحت خطبت لي إنجي بنت صاحبتها، واللي هي أصلا تبقى جارة طليقتي في بيت أهلها. وهنا بقى دخلت عليا نوع تاني خالص من المشاكل زي ما هتشوفوا كده. ها بقى يا إنجي، تحبي نعمل خطوبة فين بقى؟ هنا طبعا. هنعملها فين يعني؟ لا أنا مش فاهم، هنا فين يعني إنجي؟ في إيه يا مصطفى مالك؟ هنا في بيت أهلي. وكمان على فكرة أنا عاوزة أعمل ليلة حنة ما حصلتش، دي جي بقى وفرقة وشغل كده كبير كمان. لا لا لا، ما ينفعش طبعا يا حبيبتي. وليه بس كل ده؟ أنا هعملك الخطوبة في قاعة شيك قوي، انتي فاهمة ظروفي يا إنجي. هو والله اللي أنا فهمته كويس إني هتخطب وعايزة أفرح بنفسي، والمفروض إن أنت كمان تفرح بيا. أنا مش هتجوزك في السر يعني. يا إنجي أرجوكي قدري موقفي، أنا ما أقدرش أجرح مشاعر بناتي الصغيرين. فيها إيه يعني لما تسمعي الكلام؟ والخطوبة هعملها لك في قاعة محترمة، وأنا اللي هتحمل التكاليف كلها. هو أنا هعملها في البيت يعني هعملها في البيت، ولا أنت لسه بتخاف على مشاعر الهانم؟ يا بنتي مهما حصل لازم أراعي مشاعرها ومشاعر ولادي، وخصوصا يعني إن اللي ما بينا خلص بالمعروف وبالتفاهم، فما فيش أي داعي يعني للحركات دي. هو أنا بقى مش هعمل غير اللي قلتلك عليه، علشان اللي عنده أمل في الرجوع يقطعه خالص. إنجي أنا مش بحب الطريقة دي، ويا ريت تشيليها من دماغك وتخليكي في حالك زي ما هي في حالها. كفاية إنها قاعدة على بناتها وبتربيهم، وبعدين ما تخوفنيش منك بقى. والله بقى براحتك، أنا اللي عندي قلته، والخطوبة هتتعمل في البيت وبالشكل اللي أنا عاوزاه، يا كده يا بلاش خالص. قالت لي الكلام ده وهي صوتها عالي وفي وسط أهلها كمان، ومحدش نطق ولا قال لها عيب ولا ما يصحش. ده غير بقى على بال ما روحت لقيت ماما عارفة كل حاجة منها وكمان موافقاها، وبتقولي هو انت ايه اللي هببته ده يا واد يا مصطفى مع خطيبتك؟ خير يا ماما، ايه عملت ايه؟ انا بتكلم في الاصول، وبعدين هي عايزة تعمل كل ده ليه؟ حركات الكيد والغيظ دي انا ما بحبهاش، وما ينفعش تتعمل ابدا مع ام بناتي. بس هو ده اللي لازم يتعمل، عشان لو الهانم عندها امل يبقى تفهم ان عمرك ما هترجعها. وبعدين تعالى هنا، هو انت مالك بتحاملها كده ليه؟ لا يا امي، انا ولا بحاملها ولا زفت، بس انت يعني متخيله بناتي يشوفوني بتجوز واحده غير امهم وبقهرتها كده قدامهم؟ دول العيال يتقهروا على قهرة امهم، ليه اعمل كده فيهم؟ هاي الموضوع مش مستاهل كل ده، اعمل حسابك الخطوبه والليله هيتعملوا زي ما خطيبتك عايزه. وقتها انا سبت البيت ونزلت، كنت متضايق قوي، مش عارف اعمل ايه، اسمع كلامهم واقول اهي ليله والسلام وتعدي، ولا صمم على موقفي ولو مره واحده بس في حياتي، لحد بقى ما قابلت محمود صاحبي. في ايه يا مصطفى مالك يا صاحبي؟ انت حتى عريس وعلى وش جواز، مكشر كده ليه؟ ايه يا شيخ اسكت بقى، اسكت احسن، انا شكلي كده ورطت نفسي بجد. بص يا صاحبي، جوازك وطلاقك وعلاقتك بمراتك دي بلاش يبقى فيها طرف تالت. طرف تالت ايه بس؟ هو انت عاوزني كنت اغضب امي عليا ولا ايه؟ وبعدين انت ما تعرفش اللي انا فيه دلوقتي. ولما فضلت احكي له وحكيت له على كل اللي حصل ما بيني وما بين انجي وموقف امي كمان، لقيته ساعتها قال لي للاسف الجوازه دي يا صاحبي مش بس هتزعل بناتك، دي هتظلمهم وهتزعلك. هي لو بسمة جت وقالت لك انها هتتجوز وما قدرتش اخليه يكمل كلامه،
انا من بعد ما سمعت الكلمه دي لقيت نفسي بقاطع واقول له لا لا لا، هي ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ هي قالت لي انها هتعيش لبناتها ولا يمكن تفكر تتجوز تاني ابدا. اه، هي قالت كده، بس الوقت بيغير كل حاجه، وهي برضو لسه صغيره ومن حقها تتجوز زي ما انت هتعمل بالظبط. انا وقتها مش هسكت، انا هاخد منها البنات ويبقى خلي بقى اللي هتتجوزه ده ينفعها. حلو، وقتها بقى تفتكر مراتك التانية دي هتراعي ربنا في بناتك، ولا هتبقى أسوأ مرات أب وهتذللك في بناتك وتقولك أنا مش هربي بنات غيري؟ هو أنت تقصد إيه بالظبط يا محمود بكلامك ده؟ أقصد إنك دلوقتي ما بتختارش زوجة تانية ليك، أنت بتختار كمان قلب أمين مش هيظلم بناتك لمجرد غيرة من ست تانية. أنا بجد احترت وتعبت قوي، زي ما يكون مش مكتوب لي ارتاح طول عمري. انت عارف يا مصطفى انك اخويا وبحبك، بس انا كتير قوي نصحتك لازم تستقل بنفسك شوية بره حضن امك. بر الام يا مصطفى مش معناه ظلم الزوجة ابدا ولا حتى الولاد. انت لسه بتحب بسمة ومش هترتاح مع غيرها صدقني. بسمة فعلا هي حب حياتي والحاجة الوحيدة اللي اخترتها، بس برضه للأسف اضطريت افرط فيها عشان ما اخسرش امي. بس والدتك لازم تفهم ان كل علاقة وليها طبيعتها، وانك كبرت ومسؤول عن قراراتك كويس قوي. ارجع يا مصطفى، ارجع لم شمل عيلتك وبناتك وبلاش تدخل في دوامة، لان انجي هتكون نسخة تانية من مامتك في سيطرتها عليك. راجع نفسك، راجع نفسك قبل ما تندم. فضلت ساكت وانا بسمعه، وبعد ما فكرت في كلام محمود حسيت بغلطي، واني فعلا ضيعت الانسانة الوحيدة اللي حبيتها والأول مرة واخترت شخصيتي وقراراتي. وعلشان كده فسخت خطوبتي بإنجي وعملت اللي هتشوفوه ده. هو دي يا مصطفى؟ هو انت ايه اللي عملته ده؟ من امتى وانت بتعمل حاجة من غير ما تاخد رأيي ووافق عليها كمان؟ هو ده اللي كان لازم اعمله من زمان يا امي، من وقت ما كبرت وبقيت مسؤول عن بيت وزوجة وأولاد. قول كده بقى، هي قلبتك عليا انا وخطيبتك؟ يا امي انا بحبك ومش عايز يجي اليوم ابدا اللي الومك فيه بسبب فشل حياتي او قراراتك انتي اللي ما كانتش مناسبة ليا من البداية. انا يا امي ما حبيتش غير بسمة ام بناتي واللي هكمل معاها حياتي، وانتي بقى هتفضلي امي. انا مش هقدر اقف قدام ربنا واظلم نفسي بظلمي ليها هي والبنات، او حتى ظلمي ليكي انتي حاجة يا امي وهي حاجة، ومش حاجة عليها علشان خاطرك ولا حاجة عليكي علشان خاطرها. انتوا الاتنين مسؤولين مني، وانتوا الاتنين ربنا هيحاسبني عليكم. وطبعا انا مش محتاجة اقول لكم انها زعلت مني فترة، بس انا فضلت محافظة على برها لحد ما اقتنعت ان حياتي لازم اكون انا صاحب القرار فيها. بلاش يا جماعة، بلاش تحجروا على اولادكم بحبكم ليهم، ساعدوهم على برهم بيكم، لان البر مش سهل. ولو وصلتوا لنهاية حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك.